كنتمنى نبقى متماسك. كنتمنى نبقى متماسك. يعني تأثرت، لكن ملي دخلوا هاد النساء وبداو كيصليو على النبي وكيزغرتوا، قلت ما بقى عندي ما نقول، لأن الشعوب ماشي هي الشعوب، هي الروح، الشعوب هي العاطفة. خليونا الله يرضي عليكم. لقد عبرتهم بأكثر مما يعبر عنه. كيف قلت لكم يمكن القاعة صغيرة، ولكن العواطف اللي فيها، اسمحوا لي. أنا كنتكلم معكم هكذا لأنه كيبقى فيا الحال، كيبقى في الحال الإخوان الطيبين والصالحين والصادقين اللي شفتيوهم وعرفتيوهم وعشتيو معاهم مدة طويلة، على الأقل المدة اللي كانوا فيها في الحكومة، وكتبقى تقول مال هاد البلاد، شنو درنا لها؟ علاش يتم التآمر على واحد الحزب اللي خدم بنيته صادقة بيدو نظيفة، على واحد الحزب اللي انطلق من المجتمع، من الشعب، ما أسسته لا الداخلية ولا الخارجية ولا الإدارة ولا الأموال ولا نظرية خارجية ولا شيء، أسسته مجموعة من الشباب بالتعاون مع بطل من أبطال المغرب اللي هو الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله، وانطلقت في الحياة وبرزات وعرفوها الناس ونجحات. جابت 9 النهار الاول، بطبيعة الحال جابت كثر، كلشي كيعرف هذا الشيء. نهار 97 في البرلمان، وجابت في 2002 42. الناس شافوها، عرفوها، حسوا بها، عرفوها كتحرق عليهم، على بلادهم، على دينهم، على الهوية ديالهم، على الأسرة ديالهم. تاقوا فيها، انتقلت من 14 اللي كانوا عندها ل 42. وفي 2011 ملي كانت البلاد مهددة باش تشتعل وتحترق بحال اللي احترقت دول أخرى بجوارنا قريبة منا ولا تزال تحترق إلى الآن، وقف هذا الحزب، هذا الموقف اللي كيخصو يوقف وقال الإصلاح لا بد. والناس اللي خرجوا للشارع كيطالبوا بالإصلاح عندهم الحق، ولكن ردوا البال. بغينا الإصلاح، ماشي بغينا الإفساد، ماشي بغينا نحرقوا الطنجرة ديالنا، ماشي معقول نسخنوها واخا. ولكن والشعب تجاوب، وقبل ذلك جلالة الملك عمل خطاب عتق فيه المغرب ودار فيه دستور جديد، على دستور جديد وانتخابات جديدة قبل أوانها، وفاز العدالة والتنمية، وترأسنا الحكومة 5 سنوات. 5 سنوات كافية باش نبانوا على حقيقتنا. ما يمكنش 5 سنوات تخبع شهر، شهرين، عام، عامين، ما تخبعش 5 سنوات. 5 سنوات المغاربة حسوا باللي هاد الشريحة هذه شريحة سياسية صحيح، لكنها مختلفة عما سبق ومختلفة عما ترى.
واخا حتى هما ناس بحال الناس كاملين كيعجبهم يكونوا بخير من الناحيه الماديه، ولكن ما كيمدوش يديهم الحاجه اللي حرم الله. واخا عز عليهم الحزب ديالهم، ولكن كيسبقوا المصلحه ديال المجتمع قبل من ديال الحزب، والمصلحه ديال الدوله قبل من ديال الحزب. فهمتيني ولا؟ ملي شافوا الناس هذا الشيء، ملي جات 2015 و2016 صوتوا علينا تصويت كبير. 2015 دينا كافه المدن تقريبا وجوج ديال الجهات، وانتقلنا من لا ماشي 107 العدد. 2015 انتقلنا ل 5000 مستشار، فهمتيني ولا؟ من 500 ل 5000 شي حاجه بحال هكذا، من 1500 ل 5000. وانتقلنا من 107 اللي جبنا في 2011 ل 125. علاش نوضوا نتآمروا على هذا الحزب؟ علاش يجي السي عزيز اخلوش ديك الساعات؟ حيت هادشي كلشي اللي تنعيشوه راه غير نتائج المؤامره ديال 2016. ما تغرروش الاخوان، فهمتي ولا؟ المؤامره ديال 2016 اللي قالت لا العداله والتنميه واخا يربح، ماشي عبد الاله بن كيران هو اللي يقود الحكومه. جابوا سي سعد الدين العثماني، منا والينا، كان منا والينا ولا يزال منا والينا وسيبقى منا والينا. ولكن انا كنت نسلك ونتفهم ونتعاون ونتواجد. هو جاب اسلوب اخر. شنو كانت النتيجه؟ الاستمرار ديال المؤامره، وهو الربعه اللي كانوا حالفين ما يدخلوا الا يدخلوا معايا مجموعين وعلى ودهم سمحت في رئاسه الحكومه، فهمتيني ولا؟ هيمنوا على استفدوا من كل شيء، استفدوا